السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مس مريم مع ذاكر مع مس مريم. النهاردة هنحل أول تدريبات كتاب سلاح التلميذ مادة الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي، درس أدوات تحديد المواقع. يلا بينا نبدأ. تدريبات من امتحانات المحافظات على الدرس الأول صفحة 18. يلا نبدأ. السؤال الأول: أكمل العبارات الآتية بما يناسبها من كلمات. 1. رسم توضيحي لسطح الأرض أو جزء منه. ايه هو الرسم التوضيحي لسطح الأرض أو جزء من سطح الأرض؟ اللي هو الخريطة. نقوم كاتبين الخريطة. تمام. 2. تستخدم في تحديد الاتجاهات الأصلية والفرعية. احنا عندنا اتجاهات أصلية واتجاهات فرعية. طيب ايه هي بقى اللي هي بتحدد الاتجاهات ديت؟ اللي هي وردة البوصلة، اللي هي البوصلة، وردة البوصلة. 3. عنصر الخريطة المناسب لمعرفة المسافة بين منزلك ومدرستك هو. ايه هو عنصر الخريطة المناسب عشان نعرف المسافة بين المنزل والمدرسة؟ اللي هو مقياس الرسم. هو مقياس الرسم. يبقى مقياس الرسم هو اللي يعرفنا المسافة بين أي مكان، يعني مثلا المنزل والمدرسة، أو المنزل والبحر، أو مثلا المكان الإهرامات فين. يبقى هو دوت اللي بيحدد المسافة. 4. لقطة لجزء من سطح الأرض بواسطة الطائرات. ايه هي اللقطة؟ اللي وبالذات من بواسطة الطائرات، اللي هي الصورة الجوية. يبقى الصورة الجوية اللي بتستخدم من الطائرات، الصورة الجوية. 5. الصورة التي يتم التقاطها باستخدام الأقمار الصناعية، اللي هي الصورة الفضائية. نخلي بالنا الطائرات صور جوية، الأقمار الصناعية الصورة الفضائية. وكاتبين الصورة الفضائية. السؤال التاني: اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير صحيحة. 1. يمكن معرفة موقع مدينة القاهرة على الخريطة باستخدام مقياس الرسم. طبعا غلط، خطأ. 2. يستخدم مقياس الرسم في تحديد الاتجاهات على الخريطة. لا، ما هوش مقياس الرسم، امال ايه؟ اللي هي وردة البوصلة. هنقوم كاتبين خطأ. 3. يستفيد قبطان السفينة من الخريطة في تحديد موقعه بالبحر. طبعا صح، صواب. يبقى القبطان بيستفاد من الخريطة عشان يحدد الموقع بتاعه في البحر. 4. تستخدم الأقمار الصناعية في التقاط الصور الجوية لسطح الأرض. الأقمار الصناعية نستخدمها في التقاط الصور الجوية، هتكون ايه؟ هتكون خطأ. 5. الصور الفضائية من الأدوات التي تستخدم في أدوات تحديد الخريطة أو تحديد الموقع. صح، يبقى الصور الفضائية من الأدوات اللي بنستخدمها في تحديد المواقع. صواب. السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة ما بين القوسين. 1. إذا أردت تحديد موقعك بدقة فإنك تحتاج لاستخدام خريطة، صورة جوية، صورة فضائية، صورة فوتوغرافية. عشان نحدد الموقع بتاعنا، المكان اللي احنا قاعدين فيه بدقة، لازم نستخدم لازم نستخدم خريطة. 2. لمعرفة مدلول الألوان والرموز على الخريطة فإننا ننظر إلى عنوان الخريطة، مقياس الرسم، مفتاح الخريطة، وردة البوصلة. عشان نعرف مدلول الألوان فاحنا لازم نبص على فاحنا لازم نبص على مفتاح الخريطة. 3. لو أنك من سكان القاهرة وتريد السفر إلى أسيوط فإنك تتجه إلى الشمال، الجنوب، الشرق، الغرب. طيب عندنا مثلا دي خريطة، واحنا من سكان القاهرة وأسيوط في الجنوب، فاحنا لازم نتجه كده.
يبقى لازم نتجه إلى إيه؟ إلى الجنوب. 4. أي من العناصر التالية يستخدم عند رسم البحر الأحمر في ورقة صغيرة؟ مفتاح الخريطة، عنوان الخريطة، وردة البوصلة، مقياس الرسم. ايه من العناصر التالية يستخدم عند رسم البحر الأحمر في ورقة صغيرة؟ اللي هو ايه؟ اللي هو مقياس الرسم. 5. إذا أردت حساب المسافة بين البحر المتوسط والحدود الجنوبية واحنا مغمضين، طالما حساب يبقى لازم مقياس. السؤال الرابع، أجب عما يأتي. 1. فسر الخريطة مهمة للتلميذ. ليه الخريطة مهمة للتلميذ؟ يبقى أهمية الخريطة للتلميذ اللي هو بيستخدمها في المذاكرة، وكمان يحدد الأماكن اللي هو عايز يروحها. طيب هنقوم كاتبين يستخدمها في المذاكرة وتحديد الأماكن التي يرغب في الذهاب إليها. تمام. 2. حدد سبب واحد لكتابة عنوان الخريطة. عايزنا نقول سبب عشان نكتب عنوان الخريطة. ايه هي اصلا اهمية كتابة العنوان بتاعت الخريطة؟ عشان نوضح الموضوع اللي احنا عايزين نقوله على الخريطة. يبقى هنقوم كاتبين ايه بقى؟ لتوضيح الموضوع الذي تتناوله ايه؟ الخريطة. تمام. رقم 3. ما العلاقة بين الطائرات ورسم الخريطة؟ ايه العلاقة بين الطائرة ورسم الخريطة؟ اللي الطائرة بتستخدم في التقاط الصور الجوية، اللي بتساعدنا على ايه؟ اللي بتساعدنا على رسم خرائط اكثر دقة وتفصيلا. فهنقوم كاتبين تستخدم الطائرات، نقوم كاتبينها مثلا هنا على السطر، تستخدم الطائرات في التقاط الصور الجوية التي تساعد على رسم خرائط أكثر دقة وتفصيل. تمام. وبكده نكون خلصنا. معاكم مس مريم مع ذاكر مع مس مريم. انتظروني في حل باقي تدريبات الدرس الأول وتدريبات باقي الكتاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.